كل ما تحن لشخص افتكر ان هو كان بامكانه يعمل كل حاجة عشان يحافظ عليك، واختار ان هو ما يعملش اي حاجة. وده زي ضرسك كده لما يوجعك بتبقى عايز تخلعه، عايز ترتاح منه، فبتفضل تاخد في مسكنات وبرضه مفيش فايدة، تروح لدكاترة وبرضه مفيش فايدة، بتنام معيط من الوجع وبرضه مفيش فايدة، فبتضطر ان انت تقول اي حاجة علشان ان انا اشيله وارتاح منه واخلص. فلما بتروح تخلعه وتشيله عشان ترتاح تحس ان في فراغ، الفراغ دوت بيفضل عامل لك ألم كده، ان انت كل شويه تقول ايه فين الضرس دوت، في فراغ. مع الوقت الفراغ ده بيروح بيضيع وانت مش هتحس بيه، وهتقول في يوم من الايام الحمد لله ان انا اتخلصت من الضرس ده اللي كان بيوجعني، والفراغ اللي كان موجود عندك راح. فده زي مثل الضرس كده اللي بيوجعك وبيألمك، فانت بتشيله عشان ترتاح منه.